الزمالك ونهضة بركان وفاينل الكونفدرالية، حلم الجمهور المغربي جمهور بركان، وحلم الجمهور الزملكاوي الجمهور المصري، وكل واحد ليه طموح واحلام للفوز باللقب الموسم. طبعا اللقب هو لقب الكونفدرالية، اقل بكتير من قوة بطولة دوري الابطال، ولكن في النهاية هو لقب يؤهل الى فاينل السوبر الافريقي. بنتكلم في فاينل مهم جدا، ونقدر نقول انه اتكرر معانا في موسم 2019، واللي طبعا الزمالك ونهضة بركان اتقابلوا في فاينل نفس البطولة، بطولة الكونفدرالية، واللي طبعا شفنا مباراة الذهاب وقتها انتهت ب1-0 في بركان، ثم مباراة برج العرب بالاسكندرية وانتهت برضو بفوز الزمالك 1-0 بركلة جزاء تاريخية محمود علي. والجملة الشهيرة بتاعت علي محمد علي وهو بيقول حكم اللقاء يشير ويشير الى ركلة جزاء، علشان يبقى الذهاب والعودة انتهوا بنفس النتيجة 1-1، ونلجأ الى ركلات الترجيح والركلة الحاسمة لزيزو اللي خلت في النهاية الزمالك هو اللي يكون بطل الكونفدرالية. فجمهور الزمالك يأمل ويحلم بان نفس السيناريو يتكرر من تاني. طبعا ممكن يكون بعض الزملكاويه يقول لك يا عم انا عاوز افوز بالبطولة بس بعيد عن شدة الاعصاب الرهيبة اللي عشناها في 2019، مش عاوزين ندخل تاني في دوامه ركلات الجزاء، ننهي المباراه وننهي البطوله بدري ويا ريت كمان ننهاها في بركان، مش عاوزين نخسر هناك ونرجع هنا من تاني ونبدا ان احنا نعوض علشان نعرف نكسب. نفس الكلام لجمهور بركان اللي هم عاوزين برضو ينهوا المباراه وينهوا البطوله بدري، وبما ان مباراه الذهاب هتكون في بركان فطموحاتهم ان هم يخلصوا البطوله من بركان. ونفس الكلام لجمهور الزمالك، يأملوا ويحلموا ان مباراة بركان مباراة الذهاب تنتهي بنتيجة ايجابية، وبعد كده لما نيجي القاهرة هنا نبقى نشوف الموضوع فيه ايه. ولكن بعيد عن الحالة الفنية الاخيرة لنادي الزمالك اللي مر بيها في الدوري وخسارته امام سموحة بهدف مقابل لا شيء، والروتيشن اللي كان بيحاول يعمله جوزيه جوميز ولكن فشل، ولكن المرة دي بقى جمهور الزمالك بيقول لجوزيه جوميز احنا مش عاوزين اي اخطاء يا معلم، بص يا برنس احنا عاوزين نكسب، فركز وكل تركيزك 100% يكون موجود في المباراة، تدرس بشكل قوي فريق نهضة بركان، تبدا تحط التشكيل المناسب الممتاز اللي يقودنا للفوز بالبطوله. اما بالنسبه رساله الجمهور للاعيبه، فالجمهور بيوجه رساله للاعيبه وبيقول لهم البطوله عشان تكسبها مش مهم الفنيات بشكل كبير، ولكن المهم والاهم الرجوله بشكل اكبر في الملعب. يعني يا معلم تنزل وتاكل نجيله الملعب، تاكلها حرفيا. الرجوله يا معلم هي اللي في النهايه هتخليك البطل. طبعا كل شيء في الاول وفي الاخر بتاع ربنا، والتوفيق وسوء توفيق موجود في كره القدم وفي حياتنا عموما. ولكن يا صاحبي او انت كلاعب في الزمالك وعندك فاينل مهم زي كده، فلازم يكون عندك نسبة الرجولة والحماس والحلم انك تفوز بالبطولة اكبر بكتير من الفنيات، لان الفنيات كده كده موجودة عندك كلاعب كرة قدم، ولكن اللي يكون عندك في مباراة حاسمة زي كده هي الرجولة يا برنس. وده اللي بيطلبه جمهور الزمالك، الرجولة ثم الرجولة ثم الرجولة، لان في الاول وفي الاخر محدش هيذكرك ولا التاريخ هيذكرك ويقول لك انت لعبت مباراة كبيرة، ولكن هيقولوا انت خسرت بطولة كبيرة. ونرجع كده لفاينل نهائي القرن ما بين الاهلي والزمالك في 2020، واللي في النهاية الاهلي هو صاحب البطولة. بعض جمهور الزمالك يقول لك لعبنا والله مباراة كبيرة ولكن الحظ ومش عارف ايه والكلام دوت، ولكن في النهاية التاريخ بيقول الاهلي هو بطل افريقيا 2020. الناس كلها بتقول الاهلي بطل افريقيا، لكن محدش هيقول الزمالك والله لعب مباراة كبيرة. فانت بالظبط يا معلم فاينل نهضة بركان الكونفدرالية، الناس هتقول انت بطل الكونفدرالية ورايح تلعب السوبر الافريقي، وبترجع من تاني للبطولات القارية انت كزمالك، اللي الزمالك بقاله فترة طويلة جدا بعيد عن الالقاب القارية وبعيد عن اي فاينل قاري. بعد نهائي وفاينل الشامبيونز ليج الافريقي الزمالك بيطلع من دور المجموعات تواليا في دوري الابطال، ودي حاجه عيب وحشه قوي في حق نادي الزمالك وتاريخه الكبير. ولكن انت في الوقت الحالي بطوله اقل من الشامبيونز ليج الافريقي، والطبيعي انك تكون موجود في الفاينل، لان طبعا قوه الفرق اللي معاك مش بقوه فرق دوري الابطال، فانت كاسم الزمالك وتاريخ الزمالك عيب قوي انك ما تبقاش موجود في الفاينل. ولكن انت وصلت فعلا للفاينل، ولكن عيب برضو انك ما تكونش في النهايه بطل الفاينل، ان انت الزمالك بتاريخك واسمك الكبير. وفي الاول وفي الاخر انا كزملكاوي اتمنى ان شاء الله اننا نفوز بفاينل الكونفدراليه. على الاتجاه الثاني او الناحيه الثانيه فاينل تشامبيونز ليج الافريقي الاهلي والترجي، اتمنى ان شاء الله ان الاهلي هو اللي يكون بطل دوري ابطال افريقيا، علشان في النهايه نشوف سوبر تاريخي افريقي
مصري ما بين الاهلي والزمالك. بعيد عن حبي لفريق الترجي التونسي والجمهور الكبير، في الاول وفي الاخر انا مصري، بعيد عن انتمائي كزملكاوي، فاتمنى يكون الفاينل السوبر الافريقي اهلي وزمالك. في النهايه طبعا هنقول للفائز مليون مبروك، والخاسر هنقول له هارد لك مهما كان هو، لان في الاول وفي الاخر دي رياضه وكوره، والرياضه والكوره فيها مكسب وخساره. في نهايه حلقتنا نرجع ان شاء الله ونعمل فيديو تاريخي والزمالك وهو بطل الكونفدراليه باذن الله. اوعى تنسى بقى اللايك والشير للحلقه، ولو اول مره تشوفني على اليوتيوب انزل حالا نعمل سبسكرايب للشانل بتاعتنا، واوعى تنسى تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. تابعنا على كل التواصل الاجتماعي، بيج الفيسبوك او تيك توك او انستجرام، وهتلاقوا كل اللينكات تحت في الديسكربشن. وكفايه عظمه لحد كده.